السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير يا ربي وبصحة وبعافية. نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بنات، مثل ما تشوفون هذا الفصال قبالكم فصالة الشبه رياضي. هسه راح أنطيكم القياسات وبعدين نبلش بالخياط. هنا عندي محيط الكتف شبر وأصبع، محيط الرقبة 4 أصابيع، الكتف 5، حفرة الردن شبر و5 أصابيع، محيط الصدر شبر و5 أصابيع. بنات، بالنسبة العفو نزلة الخصر تنزلين تحت الأبط بفتر وبعدين الخصر شبر وفتر. بنات، هاي القياسات. هنا عندي حددت الدلعة. شوفوا بنات، 5 أصابيع وبعدين تسوين اليلق الجانبي، وهنا عندي على نفس ال4 أصابيع، يعني التحديد مالت الصدر من الأمام، لأن عندي ألم القصة. هنا عندي فتر فرة اليلق، وبديت أقص بنات مثل ما تشوفون الدلعة. أنا ليش كبرت الدلعة من الأمام انطيتها مساحة أكبر يمكن 4 أصابيع؟ لأن عندي قصة. شوفوا بنات، هاي القصة من راح أرجعها أخيطها راح تقلل مساحة الدلعة. شوفوا بنات، هاي تكون فتر النزلة مالتها القصة. هنا بنات بديت أبطن بشريط الحافة. شريط الحافة بنات دائما استخدموه للي اللي يريدون، يعني مثلا تجي زبونة تقلك بكيفك انتي خيطيلي، اكو بيهم يحددون، يعني لا تبطني لي بشريط الحافة، بطني لي العفو من نفس القماش هيجي. فشريط الحافة كلش يرتب الخياط بشكل، يعني حتى يعني يسهل الخياط، والخياط يكون أسرع، يعني ما يطول عندك، لأن القماش راح تخيطيها وبعدين تقلبيها وتردين تخيطيها مرة ثانية، فياخذ وقت ومتعب بشكل. فأني أشوف شريط الحافة أحلى وأرتب. الفكرة بنات مثل ما تشوفون نفس الدانتيل استخدمته نفس اللي بالدشداشة قبل هاي الدشداشة، يعني الفيديوهات السابقة. طبعا لجمال الدانتيل هواية بنات طلبوا هذا الدانتيل أخيطه لدشاديشهم. بنات، وبالنسبة للشبه رياضي هواية خيطته هاي الفترة، خصوصا على الكشمير الصيفي، لأن بدأت عندنا الفصالات الصيفية، فهذا الموديل هواية طلبوا مني بنات وخيطته بشكل، يعني ايش اقول لكم، هواية فصالات طلبوه بمختلف يعني أنواع الفيكات بالصدر، لكن على نفس القصة. سويته بالكشكش وسويته هذا الفصال وغيره وغيره، نزلت لكم بالقناة. وأيضا عندي فصالات راح تنزل أيضا لكم من يعني ديكورات مختلفة بالنسبة للشبه الرياضي. هذا الفصال بنات مرغوب بشكل بالملابس الصيفية، يعني هواي يرغبوه بنات. إن شاء الله يعجبكم هماتين بنات، وتستفادون من هاي الأفكار اللي أنزلها لكم شلون تخلين الديكور مالت الشبه رياضي. سألتني أحد المتابعات على الدانتيل اللي استخدمته بالفيديو السابق، قالت بالنسبة لهذا الدانتيل الذهبي هماتين يسحب خيوط، يعني يوقع خيوط، لأن أني ما طبقته من خيطته من الأسفل. هذا الدانتيل تقصد بنات. هذا الدانتيل نهائيا ما يعني ما يسحب الخيط مالته، ما ينسحب نهائيا، يعني باللبس وبالاستخدام بالغسل ما ينسحب الخيط مالته، مجرد تمشين عليه بالماكينة مرة واحدة. اكو نفس هذا بنات الدانتيل كلبدون، اكو بي عادي ينفش او ينسحب الخيط مالته اثناء اللبس او اثناء الملابس، ما يخلوها بالغسالة. هاي النوعيات الزينة الغالية هاي ما تنسحب، يعني هي أساسا يسموها الدانتيلات المغربية. هاي يعني شوية تكون أكو بيها تنسحب حياكة وأكو لا.
فهذا النوعية يعني كل زينة. اكو اعرض من هذا، العريض مالته ب2.5 وب2000، يعني نوعيات. هذا المتر مالته 1500. حلو على الدشاديش بشكل، يعني بشكل يرتب الدشاديش بنات. اكو منه القماش مالته، اكو منه قماش موجود بكل الوانه، يسموه الدانتيلات الهندية. هذا يستخدم دائما على القفاطين بنات، يستخدموه للقفطان، كلش حلو بالفصال. هنا كملت بنات، شوف الصدر كمل عندي بهالشكل هذا. ان شاء الله استفاديتوا وعجبكم الفصال. موديله حلو ومرتب وفصال صيفي. فكرته يعني مألوفة، ان شاء الله تعجبكم بنات. هنا عندي وايضا الردن بنات، الردانات خليت لهن كلبدون، هذا اللي يكون اصبع. هذا المتر مالته 500 دينار، يعني مو غالي. هنا شوفوا بنات، انا لين فصلته دبل كلوش، الردن بيها خياط، ومثل ما تشوفون كمل عندي هذا الفصال. ان شاء الله عجبكم واستفاديتوا منه بنات. ولا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واترككم بامان الله. اللهم اخرجني من حولي وقوتي، وادخلني في حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. مع السلامة بنات، احبكم هواية.